النهارده هنتكلم في العدد اللي لازم نستخدمها وطريقه ازاي نستخدمها وانواع الاخشاب. طبعا معروف بالنسبه للستات او البنات بيبقى الهدف من تعليم النجاره لو حاجه باظت نصلحها مظبوط. لو هنصنع حاجه ما يضحكش علينا. طبعا الفترة اللي فاتت احنا بنشوف النجارين والاختراعات والحاجات الكتير اللي بتحصل، وده يقول لك حلو وده وحش، والناس كمان متشككة بشكل كبير جدا في موضوع فرش البيت مظبوط. فطبعا انا سعيد جدا بالبنات والسيدات اللي هي بتبقى حابة تتعلم، وعشان كده انا عملت دورة خاصة للستات والبنات. يلا نبدأ. احنا ما اشتغلناش قبل كده. النهارده هنتكلم على العدد اليدويه، عده وايه استخداماتها. ده ما اعتقدش ان في بيت ما فيهوش ده مفك كلنا عارفينه وعارفين بنعمل بيه ايه. ده المفك الصليبه. طبعا المفك الصليبه بقى يبقى انواع كتير، في تخين وصغير وطويل وحاجات كده يعني، والمفك العاده برضو ايه نفس الكلام. ده بالنسبه للمفك العاده. بالنسبه ده الازميل، احنا عارفين الازميل ده بيعمل ايه. الازميل ده احنا ممكن نحفر في الخشب، نوسع حاجة، نفك حاجة، يعني بيبقى ليه استخدامات كتير. ده بيبقى بندق بيه مفصلة الباب، مفصلة يعني ايه بندق فيه مفصلة؟ اللي هي من بيتها بنقعد فيها كده عشان نحط المفصلة. طبعا الازميل ده منه مقاسات كتير جدا، هي مش موجودة عندي كلها او انا ما جبتهاش كلها، لكن ده فيه مقاسات كبير. يعني مثلا على سبيل المثال احنا ممكن نقيس ده اهو بالمتر. بص حضرتك ده كم ملي؟ 6 ملي، مش تقريبا اهو 6 ملي. كويس. ده كام؟ اهو 10 ملي. ده كام؟ 2 سم. بيبقى فيه مفصلات مثلا 2 سم، ده بيبقى على قد المفصله، بحطه كده واروح ايه دايق يعني في مرحله جايه، يعني لان دي طبعا مرحله متقدمه اللي هو ازاي نستخدم الازميل. ده بالنسبه للازميل. طبعا برضو الكماشه والزراديه دي معروفه عند كل الناس، فاحنا مش محتاجين نتكلم عنها، دي بتفك المسامير ودي نفس الكلام. ده الشاكوش برضو نفس الكلام. دي اسمها سحقه، محدش يقول منشار، سحقه هي اسمها كده. طبعا دي بنقطع بيها. دي المبارد الخشابي. المبارد الخشابي بقى بانواعها، يعني ده اسمه مبرد ديل الفار، مسمينه ديل الفار عشان لا سوري، ده اسمه مبرد ديل الفار، مسمينه ديل الفار علشان ملفوف زي الفار كده، فمسمينه ديل الفار. طبعا ده بنبرد بيه لو حاجه، يعني على سبيل المثال برضو ده كده هنتكلم فيه سريعا كده. لو حاجه مثلا كده او حاجه نقدر نشتغل بديل الفار. طيب، وده مبرد ده اسمه ظهر حيه. ده نقدر نشتغل من الظهر بيه ونقدر نشتغل بالوش، هنا بيكون عدل بنبرد بيه حسب ما احنا احتياجاتنا، وده مبرد عدل. مبارد طبعا برضو انواع كتير جدا، وانا ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. ده ميزان ميه. ده مهم جدا ان احنا المفروض اي حاجه بنحطها، هنركب دولاب، هنركب اي حاجه، نوزنها بالميزان الميه علشان تبقى عدله ما تبقاش مايله. هنركب مثلا وحده وليكن مطبخ، ادي هنركب لوحه زي دي، اوكي اهي. هنعمل ايه؟ هنحط ميزان الميه من فوق هنا كده، شايفه حضرتك اهو. خليني كده اهو، بصي ونتاكد ان الميه كده ده مش مظبوط. هنعمل ايه؟ هنظبطه كده اهي، شايفه اهي، اوكي. ده بالنسبه لميزان الميه. هنقيس بقى اي حاجه هنشتغل بال او ميزان الميه هنستخدمها. نحط ترابيزه، نجار حط لك ترابيزه وعماله تعمل كده وبتاع، تعالى وريني فين ميزان الميه. ما عنديش، لا هات لي ميزان ميه، ونحط ميزان الميه ونظبط الترابيزه. شايفه انا هنا ظابطها اهي علشان خاطر انا ايه بصب عليها وبشتغل عليها تبقى عدله وتبقى مريحاني. ده بالنسبه لميزان الميه. طبعا ده شنيور، ده شنيور عادي، ده بنخرم بيه بالخشب، وده بسلك، ده اسمه شنيور اهو عادي جدا، كلنا عارفينه. برضو ده في منه مقاسات كتير لغايه الهيلتي علشان نعمل في الحيطه. ده دريل، عارفه؟ هو بتاع المسامير صح؟ ربط مسامير؟ ده بنربط نفك بيه
يعني ليه استخدامات زي الشنيور، ولكن ده بيبقى خفيف كده، بقدر اتحرك فيه وبغير البطاريه بتاعته وبتتشحن، وحاجه بيبقى استخدامه سهل في ايدينا. دي فاره، طبعا احنا كلنا عارفين الفاره دي بنمسح بيها الخشب. يمكن دلوقتي بقى معظم الشغل بقى يعني اخشاب صناعيه، وقليل اللي بيستخدم الفاره، ولكن ده اساسيات النجاره. برضو انا عايز اقول لكم ان انا يعني ايه من الناس بتوع زمان. طبعا المتر ده احنا بنقيس بيه، ده في منه بالسنتيمتر وفي امتار بيكون بالسنتي وبالبوصه، بس ده اهو زي ما حضرتك شايفه ده بالسنتي. دي اسمها مقشطه. النهارده هنستخدم المقشطه دي وهقول لك ايه استخداماتها. اسمها مقشطه. دي علبه دبابيس 4 سنتي، في منها من سنتي لغايه 5 سنتي، سنتي ونص، 2 سنتي، شكلها اهي. بس هي مسامير يعني؟ بالظبط، دي اللي هي بتحط في الدباسه اللي هنتكلم فيها دلوقتي اهي. ادي الدباسه اهي، هنا دي خزنه اهي. كل الكلام ده حضرتك هتلمسيه بايدك وهتعملي الكلام ده بايدك علشان تعرفي ازاي نغير مثلا الدبابيس وازاي اهي. كويس. وبعد كده بنقفلها اهي. بنكون حريصين لما بنقفل كده نبقى ضاغطين كده، علشان لو ايدينا جت من هنا ممكن تقفل علينا فتعورنا. ولما بنفتح اهو بصي هم عامل لك دي اهي، بنقفل نبقى حريصين اهي. بصي لو حطيت صباعك كده هتقفل عليكي هتعوري. ده بالنسبه للعدد كلها. وبعد كده احنا هنتنقل بقى لعالم الاخشاب، الكونتر والام ديف والحاجات دي، ما احنا مع بعضين. تتوقع كده حضرتك الكونتر كام نوع؟ والله انا بسمع كونتر كابس، في مش عارف، لا مش عارف. طيب بصي، احيانا هي دي كونتر يا محمد؟ كونتر. طيب احيانا بنيجي مثلا نعمل مطبخ، يجي النجار يقول لنا على سبيل المثال المطبخ ده هيكلف 10000 جنيه. نسأل واحد تاني يقول لنا 15000، واحد تاني يقول 20. مش الكلام ده بيحصل؟ طيب ليه؟ ممكن تكون جودة الأخشاب برضه اللي بنستخدمها جزء من الموضوع. ال 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 الأخشاب أنواع كتير جدا، دي حاجة تانية. نفس الإيد العاملة بتكون برضه سعر مختلف، لأن في بيبقى كواليتي أو شغال على قد إمكانياته، وبياخد يعني اجره ايده او مصنعيته اقل من واحد يكون بروفيشنال اكتر. لان في ناس الساعه بتاعتها بفلوس، وفي ناس ما بتعرفش، يعني هي شغاله على الله كده. وهنيجي بقى بموضوع الاخشاب علشان ما يضحكش علينا. احنا المفروض لما نيجي نعمل مطبخ او اوضه نوم او نبقى احنا محددين عايزين ايه. يعني انا بيجي بالظبط، يعني لما بيجي مثلا انا شخصيا لما بيجي عميل يقول لي انا عايز اعمل مطبخ، اقول له حاضر. يقول لي بكام؟ اقول له ما اعرفش. نعم، امال اقول لمين؟ اقول له لا، ما هو انت علشان تعمل مطبخ تحدد انت عايز ايه واخشاب نوع ايه، لان المطبخ اسعاره متفاوته. يعني ممكن المطبخ يتعمل ب1000 جنيه ونفس شكل المطبخ بالظبط ب10000، فرق 10 اضعاف. خليني احكي لك من حوالي 10 سنين كده كان عميل جه اخد من عندي فرش بيت، وبعد كده كان عايز يعمل جزامه. هو على كلامه، هو كلمني من شهر كده، بس انا افتكرت الموقف ده النهارده. عايز يعمل جزامه، وكان عامل عندي فرش البيت كله، يعني اوضه النوم والسفره والمطبخ. وبعد كده كان عايز يعمل جزامه، فجي قال لي انا عايز اعمل جزامه بكام. في الوقت ده قلت له رقم انا مش فاكر قلت له كام، فقال لي طب خلاص اعملها وبتاع. فجي يعني حد راح عنده كان بيركب شغل